مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. لكل ملاك العربيات الهيونداي H1، معانا هنا مشكلة. الزيت مغرق الدنيا رغم ان هو مغير جوان غطي كيهات، الا ان الموضوع مش في الجوان خالص، ولا في المسامير، ولا في الكلام ده كله. انا لسه ده كله على فكرة مسحه بالفوطة. تمام. المشكلة هنا في الزور اللي هو بتاع غطا الزيت. الزور ده على فكرة زور نازل شحط، نازل كبس، ملهوش سن ولا حاجة. انا جبت للزور ده عشان اعرف اطلعه من مكانه، جبت له مفتاح انجليزي عشان يلف معايا بسهولة. تلف وتروح طالع بيه لبره، يطلع معاك زي ما انت شايف كده من غير سن ولا غيره. بتنضف هنا كويس وهنا كويس بالبنزين، وتدي تشعيرة سيليكون خفيفة خالص. سيليكون يا ريت يكون اصلي فيكتور رينز، او اي نوع تاني غير فيكتور رينز، بس يكون اصلي موثوق فيه، عشان خاطر من السخونة ما يتفتتش ويقع بعد فترة. ومش عايز انا بنبه بقول سيليكون اصلي عشان ما يوقعش جوه التكيهات ويعمل لي مشكلة هنا في المكان. تمام. انا هحط تشعيرة السيليكون دلوقتي واقفل تاني. ادينا تشعيرة السيليكون، سيليكون اصلي. السيليكون اصلي حتى منظره جميل من بعد ما بتقفل وتخلص، حتى لو ساب اثر بسيط ما يزعلنيش. اهو بيعمل زي وردة. والزوايد اللي هي هتبوظ المنظر انا هشيلها بمنديل كلينكس، دقات خفيفة كده عشان ما نبرطش الشفة بتاعت الغطا، عشان الشفة بتاعت الغطا دي لو اتبرطشت هتبوظ معايا الدنيا هنا في الاستيك اللي بيحكم عليها. تمام. في واحد تاني يقول لي ما حطيتش معجون حديد ليه وريحت دماغك. المعجون مع السخونه يطقطق ويوجع، وانوجع جوه في الموتور هيعمل لي مشكله. انما السيليكون ده مفوت زيت مش هيوجع ولا هيعمل لي مشاكل في المكان. تمام. انا بحب اودي المعلومه بما يرضي الله ومن غير ما تاذي صاحبها. لو انا الفيديو قبل ما اعمله اتحرى الدقه ان ما فيهوش 1% اذى، لو في 1% اذى مش هصوره. عشان كده انا ما بعبيش فيديوهات وخلاص. انا قادر في الاسبوع اعمل 50 فيديو بس اي كلام. انا بحب اتحرى الدقه في المعلومه، إن حتى ان كانت معلومه هينه وانت يلي بتتفرج عليها شايفها هينه، بس غيرك محتاج المعلومه دي. لان العربيه دي غيرت طقم السهات وغيرت جوان غطي كهات نظير الزيت ده، بس لما جت العربيه دي كانت غرقانه زيت من فوق لتحت. انا من بعد ما انا غيرت الالسهات وجوان غطي كهات وقلت له روح اغسل، غسل، جاء قال لي بتنقط زيت برضه. قلت له لا استحاله، من بعد الشغل اللي انا عملته استحاله. فتحت الغطا وبصيت حوالين المكنه، لقيت المكنه كلها نظيفه، لقيت الزيت جاي من اعلى نقطه، استحاله اللي تحت يطلع فوق في الزيت. بس انا ما احبش اتكلم كتير عشان ما اخليكش تمل. يا ريت لو انت جديد في القناه ما تنساش تدعمني، لان القناه اليومين دول واجعه بسبب ان انا ما بعملش محتويات كتير. يا ريت تدعمني في القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.